لما تعدى حدوده خدته النداهة لحد المكان الملعون ومات فيه. أنا مين؟ صاحبي مات في حادثة تقريبا عربية كده من شهر. طب وايه أنا المشكلة؟ طارق الفيوم ودي قصتي مع النداهة. المشكلة انه بيتصل بيا كل يوم عشان يقول بتعمل لي ايه يا جدي؟ وايه الصندوق ده؟ بص هنا يا محمود على اللي مكتوب. طب ولما بتروح له بتلاقيه؟ ده كلام انا مش فاهمه. ده صندوق هعمله عشان احبس فيه الخدام بتوع انعام. لا بس ابراهيم اللي بيجيب لنا الشاي على طول بيقول لي خالد لسه ماشي من شوية عشان استناك كتير. ودي تعويذة. طالما الصندوق مقفول هما مش هيقدروا يفتحوها ولا يخرجوا. خلاص يبقى هو لسه عايش ما ماتش. يا دكتور يا دكتور، اللي هيخلينا اتجنن ان صاحب القهوة بيقول لي ان ابراهيم مات من سنة. بس لو حد حاول يفتحه هيقلبوا البلد والدم هيكون للركب. روح انت دلوقتي يا محمد وانا هشوف حكايتك دي. الو الو، انا الدكتور ادم شريف، تسعيد معايا؟ ايوه يا دكتور، ابنك جالي النهارده وشكله عنده مشكله لما صاحبه عمل حادثه. الكلام ده بجد يا دكتور؟ انت عارف المره الكام دي بتتصل عليا تقول لي فيها الكلام ده؟ انا ابني مات من شهر تقريبا مع صاحبه في الحادثه. بحق عهدي وعهد جدي وأبي باسم السيف والكتاب بحق الأسماء 99 أطلب من خدام الأسماء العون بحق شمهورش وميمون بحق الجماجم السبعة المخبأة في الأقطار السبعة وخدامهم أأمركم أن تجتمعوا لدي. أأمركم بالحضور أأمركم بالحضور أأمركم بالحضور أأمركم بالحضور. سلامات على كل اللي بيسمعوني. انا مهند فرفور ودي قناه مهند فرفور للرعب. رجعنا لكم بقصه جديده، قصه بعنوان وشم الشيطان. يلا بينا نسمعها ويا رب تعجبكم. انا نهله، عندي 24 سنه، ماليش اخوات، عايشه مع امي وابويا في البيت بتاعنا اللي في مصر الجديده. الحاله الماديه كويسه جدا، بخرج براحتي وبرجع براحتي بس في حدود الادب والاحترام طبعا. في سنه قررنا ان احنا نسافر شرم الشيخ. رحنا انا وماما وخالتي وولادها، وبابا ما جاش معانا عشان شغله. في الفندق قالوا لنا في سهره هنطلع الجبل ونتعشى هناك ونرجع على الفجر. المهم رحنا وكان في ناس هناك بتعمل الاكل واللي عايز شاي او اي حاجه يعملوها لها. وفجاه ظهرت واحده من العدم بتقول ان هي بترسم تاتو، والناس اصحاب المكان اللي احنا فيه قالوا لها امشي احنا ما نعرفكيش. انا قلت لهم لا استنوا، هترسم ليا وتمشي. ولاد خالتي قالوا لها ارسم لنا احنا كمان. قالت لا انا هرسم للبنت دي عشان هي اللي دفعت عني وقعدتني. قعدت جنبي وقالت لي خدي الكتالوج ده اختاري منه. اخترت رسمة فراشة صغيرة يا دوب ترسمها لي على كتفي. بصت للرسمة وقالت لي انت متأكدة ان انت عايزة الرسمة دي؟ قلت لها اه متأكدة، هي فيها حاجة؟ قالت لي لا، وراحت ضحكة. هي اللي اختارتك لانك جميلة وحابة تترسم عليكي. انا استغربت من كلامها، ما فكرتش كتير وطلعت حاجات تخلطهم ببعض، وطلعت منديل ملفوف فيه ازازة صغيرة وعلى الازازة ديت رسمة جمجمة، وحطت من الازازة ديت على الخليط 3 نقط بالظبط، وحطتهم في انبوبة وليها سن من تحت زي سن القلم، وبدأت ترسم على كتفي. كنت حاسة ان هي بتحط مية نار على جسمي. اديتها حق الرسمة، وبعد كام يوم روحنا وبقيت ابص كتير في المراية عشان اشوفها، والغريبة ان هي مش بتروح والرسمة بتكبر ومكانها سخن جدا. وبقيت مش عارفة اقول لماما انها بتكبر او عاملة سخونية. وفي يوم حسيت ان في حاجة على كتفي زي المية او حاجة مخلية هدومي مكان الرسمة مبلول. ببص في المراية لقيت الهدوم عليها نقط دم. شلت مكانها الهدوم لقيت الرسمة بقت كبيرة واخدة نص ظهري وفيها حبوب حمراء
ومطلعه دم ووجعاني قوي. وفجأة لقيت وشم الشيطان، وانا ببص على وشي لقيت ملامحي بتتغير، وكان حد غيري بيبص في المراية ومش شايفة نفسي. وفجأة لقيت اللي في المراية ده طالع واقف قدامي، ولبس نفس هدومي، بس الملامح مش انا. ده وشه اسود وفي عظم وعينيه مكانها فاضي وسودة. انا فضلت ارجع لورا لحد ما بقى ظهري للحيطة. راح الكائن ده بقى قدامي في لمح البصر، وحط ايده على بقي وقال لي انا اللي الوشم حضرني، انا اللي بقيتي ملكي، وملامحي بتتحفر على جسمك، ولسه هيمسكني. فجأة سمعت صوت اذان العشاء. الله أكبر الله أكبر. ولف جامد حوالين نفسه واختفى. جريت على ماما ووريتها الوشم، بس مفيش عيون لكن الرسمة كبيرة. وماما قالت لي تعالي ننزل حالا لأي واحد وشم يشيله. وفعلا نزلنا ولفينا وفين وفين لحد ما لقينا واحد وطلعنا. وأول ما شاف الرسمة قال لي رسمتي ده فين؟ قلت له كنت في شرم وواحدة رسمتهولي. قال لي الرسمة دي محطوط عليها مادة من العالم الآخر، واترسمت بطريقة معينة عشان تكون لملك من ملوك الجن، بس انا هحاول اشيلها لك. فضل يحاول يشيلها لي وفين وفين عبال ما اتشالت. ومشيت وروحنا ودخلت على اوضتي وببص في المرايه اشوف مكان الوشم فيه حاجه ولا لا. لقيت الرسمه بتظهر تاني بس بقت على ظهري كله. فضلت اصرخ وماما دخلت عليا وشافت الوشم بيرجع تاني اكتر من الاول. خدتني ونزلنا الساعه 2 بالليل. خدتني على امام الجامع اللي جنبنا، ساكن في العماره اللي قدامنا، ودخلنا. قالت له الحقني، شوف بنتي مالها يا شيخ. بيسمي الله ويشوف حته من جسمي اللي عليه الوشم. قال اعوذ بالله، ده ما بقاش رسم، بصي يا حاجه كده. كشفت ظهري لقيت اسم مكتوب بين قوسين عزازيل. قالت له ده مكتوب عزازيل. قال لها استني بقى، وجاب ميه ذوب فيها ملح ورش عليا من الميه وبقيت اصرخ. وفجأة اغمى عليا وحسيت ان روحي بتطلع مني، واقفة وشايفة جسمي قدامي وانا محدش شايفني. وفجأة شفت اللي طلع لي في المراية بيشاور ناحيتي. لقيت جسمي طاير في الهواء وفجأة اترزع جامد في الحيطة ووقع على الارض. والشيخ فضل يقرا وانا مش حاسة بأي حاجة، شايفاهم بس. والكائن ده ليه ضوافر طويلة وعمال يجرح في جسمي، والشيخ يرش عليه ميه بملح. وفجأة الجن ده ظهر ليهم وقال للشيخ دي ملكي انا وهاخدها للعالم بتاعي. وبيقرب عشان يشيل جسمي. الشيخ بدأ يقرأ آية الكرسي والجن يصرخ ويقطع في جسمه ويحط ايده على راسه. وفجأة النار مسكت فيه واتحرق. وهم يحاولوا يفوقوا فيا مفيش فايدة، وانا واقفة جنب جسمي ومش عارفة ادخل جواه تاني. وماما قالت للشيخ الحقني اعمل ايه؟ قال لها بنتك روحها متعلقة في العالم الآخر ولازم أن أعمل حاجة وأشربها مية مقري عليها. ومسك كوباية وفضل يقرأ قرآن وآيات يكررها كذا مرة. وأول ما حط في بقي المية دي لقيت نفسي برجع في جسمي تاني وفقت الحمد لله، والوشم اختفى. وقمت رحت على البيت ونمت كتير قوي. ومن يوميها ما بقيتش أرسم ولا أحط ميك اب. اتحجبت وقربت من ربنا الحمد لله. كان معكم مهند فرفور من قناة مهند فرفور للرعب. يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية من قناة مهند فرفور للرعب، وتصبحوا على خير.